طيب نكمل اللي احنا كنا بنعمله. في نقطة بقى هنا مهمة، والنقطة دي يعني مهمة جدا 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 جدا. نزوم اوت تاني. آه طيب، في نقطة مهمة أوي هنا. الباكينج هدفه ايه؟ يعني احنا دلوقتي احنا بنعمل الليلة بتاعت الافريجنج دي كلها عشان ايه يعني؟ الباكينج aims to reduce variance. ايه الفارينس ده؟ اللي فيكو فاكر يعني كان في جراف كده جميل، وانا عايزكم كل ما تفكروا في باجنج بوستنج تتخيلوا الجراف ده في دماغكم عشان ده extremely important يعني. فاحنا مثلا ده كان مثلا التست لوس كان بيعمل حاجه شبه كده مثلا، والتريننج لوس كان بيعمل حاجه شبه كده. حلو. كنا بنقول طبعا ده يعني من غير ما اكتب يعني تحت ده اللي هو الايبوكس او الاتريشنز او وات ايفر، يعني ايه المطلوب يعني، او الكومبلكسيتي، او يعني هو الجراف ده بينطبق على حاجات كتير يعني. بس احنا كنا بنقول اللي هيفرقنا في الحاله دي هو ده بتاع الكومبلكسيتي، فسيبك من ده دلوقتي يعني. الكومبلكسيتي كنا بنقول ان كل ما الموديل اللي جت مور كومبليكيتد، اوكي، التريننج لوس بتاعه بيقل والتستنج لوس بتاعه بيقل تو ا سيرتن بوينت. كنا بنقول ان ده المينيمم الجميل بتاعنا، وبعد كده يبدا يزيد تاني لما الموديل يبدا يوفر فيت ان هو يبدا يحفظ الداتا. حلو. فكنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان الناحيه دي هنا هاي بايس لو فاريانس. لا اللي في يا ريت تكونوا فاكرين يعني. الناحيه دي كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول لو بايس هاي فاريانس. اوكي. فهو الباجنج بيعمل ان هو ريدوس الفارينس. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي موديل لما بترينه على الداتا بيطلع لي الناحيه دي، بيجيب لي مثلا حاجه شبه اللي ان هو اللوس بتاعه عالي قوي في التريننج والتستنج سيء، الباجنج بيزقه الناحيه دي، يعني بيبدا يمشيه الناحيه دي. طب لو عندي الناحيه دي وعملت له باجنج هيزقه الناحيه دي برضه، يعني يعني لازم تبقى مستوعب الباجنج بيزق للشمال، الباجنج بيقلل الفارينس. واكشلي الباجنج جنرالي يعني مش بيأثر في البايس دي برضه نقطة يعني الباجنج generally does not affect bias، ما عدا مثلا في حالة يعني في exception هنا، exception O1 error. مثلا O1 error ساعات بيبقى فيه exception في الحتة دي يعني، بس لوس التانية عادي يعني. وهتكلم في الاكسبشن دي كمان شويه. بس هو البوينت اللي عايزك تفهمها ايه؟ ان انت لو عندك ده ليه كنت بقول لك بص على الباجن كانه تول. بصي على الباجن كانه تول ليه؟ انا لو عندي موديل بيدينا هاي فارينس بيسفر فروم اوفر فيتنج، يبقى الباج هو ممكن يكون سوليوشن يعني للموضوع ده. انا مثلا بستخدم ديسيجن تري، ديسيجن تري باي ان جنرال هو موديل بيوفر فيت بسرعه، فانا بستخدم باجنج عشان اقلل الفارينس بتاع ديسيجن تري فيبقى موديل بالنسبه لي احسن. اوكي. فبرضو از ان اكسترا بوينت برضو خلينا ممكن نقولها دلوقتي، المودلز اللي على الناحيه دي اللي هي بتصور يوجولي فروم هاي فاريانس بنسميها انستيبل مودلز. او ده اصلا من ديفينيشن الفاريانس. لو فاكرين لما شرحت الفاريانس قبل كده والديفينيشن مثلا بتاع اندرو ان جي يعني، كان بيقول لك ان انت لو عندك موديل عنده هاي فاريانس، مع ان انت لو اديت نفس الموديل ده لمالتيبل، او مثلا اديت نفس الداتا سيت دي لمالتيبل ساينتست كلهم بيسووا نفس الموديل عشان يترنوا عليها، ممكن يديهم نفس السكورز بس الموديل نفسه يكون من جوه مختلف مختلف بشكل كبير قوي. عشان هو مثلا حافظ على واحد، حافظ على فيتشر معين، ده حافظ على فيتشر معين، ده حافظ على فيتشر معين، ممكن يديك سكورز كلهم يديك سكورز عاليه بس الفارينس بينهم عالي. موديل فيري انستيبل. انا لو دخلت على الداتا غيرت 2 3 روز مثلا هلاقي الموديل اختلف اختلاف تماما، حاجه مختلفه تماما. ده مع انه انستيبل موديل. على عكس مثلا حاجه زي كي ان ان مثلا او نيرست نيبرز، ده يعني ريلاتيفلي مور ستيبل. كي ان ان انت لو جبت لو فاكرين الكي ان ان كان اللي هو نيرست نيبرز، لو انا مثلا عندي نقطه هنا عايز اعرف النقطه هنا في كام، فبشوف مثلا في شويه نقط حواليها مثلا. فانا مثلا لو عندي التو نيرست نيبرز مثلا، فهيبدا يبص على دول اقرب اتنين ليهم، فيقول لك خلاص يبقى دي كده ريد. طب لو انا عايز مثلا ابص لو خليتها 3 نيرست نيبرز، ماي باد.
على طول بنسى البتاع ده ايه الريدو فيه، عشان ده الماك مش الويندوز. عموما يعني لو عندي 3 nearest neighbors هبص مثلا على دول، هيطلع 2 ريد واحدة جرين، هيديك ريد برضه. طيب لو شلت عايز 4، 4 طبعا هيبقى تاي، لو 4 هاخد دول هيديني تاي، فمش هعرف ايه كلاس اصلا. بس لو خدت 5 هيبص على دول فيقول لي مثلا ده كده جرين. انا بس بديكم يعني زي كويك ريكاب على كده nearest neighbors. يعني ليه nearest neighbors يعني relatively stable؟ let's say انا غيرت، لو انا مثبت مثلا الكي باتنين، اوكي انا هسام كي باتنين، لو انا غيرت الفاليوز دي، لو مثلا دي بقت ريد هيفرق معايا في حاجه؟ لا. طب لو دي ريد هيفرق معايا في حاجه؟ لا. طب لو دي ريد هيفرق معايا في حاجه؟ لا. لو دي ريد، طب لو انا مثلا عندي ظهر لي 16 بوينت جرين هنا هيفرق معايا في حاجه؟ لا. يعني عشان في الاخر انا باخد تو نيرست اللي هم دول اللي هم ريد فيطلع لي ريد. ده as a very quick example يعني لحته الستابيليتي يعني. انما decision tree لو انتوا فاكرين بيشتغل ازاي، هو مبني على سبليتس، ففي الاخر انت بتحسب البيست سبليت تاخد على اساسه، وفوق الديسيجن تري بيفوكس قوي على الانتراكشنز بين الداتا وبيمسك فيها. يعني هو بيجو فيري ديب انتو الداتا، عشان كل سبليت من دول بيعبر عن some sort of decision، وممكن يعمل مالتيبل سبليتس لنفس الفيتشر ويخش بقى ويعيش حياته. الديسيجن تري عامه هو انستيبل موديل يعني. فماي بوينت هير از ان الباجنج هدفه ان هو يقلل الفاريانس، وجنرالي مش بيأثر في البايس ما عدا ان فيري سبيسيفيك كيسز يعني. ف دي كانت نقطة يعني كنت عايز اوضحها، وده النقطة اللي انا اتكلمت عنها في الاول، ان جنرالي الباجنج هو some sort of tool. ما تحفظوش على طول ان هو مثلا مربوط بتريز او كده، عشان هو actually tool ممكن تستخدمه في حاجات كتير يعني. اوكي. طيب الباجنج عامة كاكسترا ديفينيشن ليه يعني، الباجنج can be explained بره الستاتستكس بكونسبت اسمه الويزدم اوف كراودز. الويزدم اوف كراودز دي هو فانسي نيم يعني، بس هو في الاخر هو كونسبت معظمنا اكشلي يعرفه يعني. بيقول لك ان الكولكتيف نوليدج، collective knowledge of a diverse and independent body of people is greater than knowledge of any single individual in that body. اوكي، وده ممكن نعمل له harness، يعني نقول can be harnessed with voting. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني انا كده كتبت الساينتفك ديفينيشن اي جاس، بس هو جنرالي الكونسيبت بسيط يعني. ان انت لو عندك مجموعه ناس، لو انا خدت الكولكتيف نوليدج، لو جمعت العلم بتاع الناس دي، هيبقى جنرالي اكتر من العلم بتاع شخص واحد. يعني I think ده كونسيبت سهل يعني. وده ليه اوقات كتير لما نكون مثلا عندنا تاسك او بروبلم معينه واقفين فيها، مش ممكن ناخد فوت، عشان في الاخر احنا عايزين نشوف مثلا انا شايف حاجه وانت شايف حاجه وهو شايف حاجه وهو شايف حاجه. لو اخدنا فوت غالبا يعني، لو احنا كلنا ناس عقلاء يعني غالبا الحاجه اللي هيبقى فيها فوتس اكتر غالبا هي الحاجه الصح. اوكي، فده اسمه الويزدم اوف كراودز. فهو الباجنج هو حاجه شبه كده، هو مبني على كونسبت شبيه بكده، عشان هو الباجنج من الكونسبتس اللي هي بتقول لك يعني الباجنج اللي هو بيسموه حاجه اللي هو generating وحشه قوي، واو. a committee بيسموها كده يعني. يعني انا عندي مجموعه ليرنرز، مجموعه مودلز معينه، هحطهم في كوميتي مع بعض، يقعدوا كده يبقوا مع بعض حلوين لطاف يعني، ويدوني performance احسن عن طريق الكولكتيف نوليدج بتاعهم. ده فكره الباجنج. وده مش الباجنج بس يعني، في مودلز كتير تحت تحت نفس الكونسبت. حاجه البوستنج برضو، البوستنج هو تحت نفس البند. في مودلز كتير تحت نفس البند ده، فهو كونسبت مشهور يعني. طيب زي ما احنا قلنا قبل كده، التريز اللي احنا بنعملها باجنج هي مش اندبندنت، ودي مشكله يعني. دي جنرالي بروبلم، عشان
لو تريز مش اندبندنت ده هيقلل البرفورمانس بتاع الباجنج. وبرضه لو هما كورليتد ده برضه هيقلل البرفورمانس بتاع الباجنج. ليه؟ عشان لو التريز عندها عارف كانهم بيغشوا، اللي هو كاني مثلا عامل انا مكريت بارتي مكريت كوميتي جواه ناس كتير انا عارف ان هو ارائهم شبه بعض، فانا كده انا ببوش الكوميتي ناحيه اتجاه معين. فلو انا وده اللي بيحصل عشان لو التريز اللي معايا كلهم في الاخر هم بيبصوا على نفس الداتا سيت، بيبصوا على روز مختلفه حقيقي، بس زي ما قلنا في اوفرلاب، فهم فيهم سام سورت اوف كورليشن. وجود الكورليشن ده هيخلي الكوميتي نفسه بايست، او مش عايز اقول بايست يعني، بس البرفورمانس بتاعه هيبقى مش احسن حاجه، ممكن يبقى احسن من كده لو شلنا الكورليشن ده ليه هنتكلم عليها في الجزء الجاي يعني. في حاجه اسمها الراندوم فورست، هو برضو some sort of iteration من الباجنج على التريز يعني، وهو بيحاول يحل المشكله دي. ده اللي احنا هنحاول نبص عليه في الفتره الجايه. كفاينل بوينت في النقطه دي، الباجنج تيبيكلي بيساعد المودلز اللي هي انستيبل. يعني لو فاكرين بصينا هنا، المودلز اللي هي عندها هاي فارينس او لو بايس اللي هي اوفر فيتنج وكده هي انستيبل. المودلز اللي ناحيتي هي اللي يوجولي يعني بنحط فيها باجنج، عشان احنا في الاخر عايزين نزقها ناحيه النص، عايزين نحاول نوصل النقطه دي يعني. طيب بس المشكله ان المودلز دي جنرالي هي انستيبل. ليه اصلا احنا بنحب ليه عندنا مودلز انستيبل؟ يعني ده حاجه مش كويسه. انستيبل يوجوالي بيبقى عندهم بنفيت اللي هو interpretable. لو فاكرين لما كنا بنتكلم عن التريز من اقوى نقط القوه عندهم ان هي سهله تقراها، تعرف تبص على التريجر تفهم هي ده معناه كذا ده معناه كذا، الموضوع واضح ولطيف وممكن تعمله فيجوالايز بشكل بسيط يعني. لما نعمل باجنج بنخسر الانتربريتابيلتي دي، فانت هي دي من نقط المشاكل في الباجنج، او يعني مش نقطه المشاكل بس من ناحيه الاوبزرفيشنز اللي هي kind of unfortunate يعني. ان انت الباجنج بتحطه على unstable مودلز اللي هي مينلي نقطه القوه بتاعتها هي الانتربريتابيلتي، لما تعمل باجنج بتخسر الانتربريتابيلتي بس بتحسن البرفورمانس. دي احد النقط اللي انت المفروض تبقى واخد بالك منها يعني. ليه بنقص الانتربريتابيلتي؟ عشان دلوقتي بدل ما انا عندي تري واحده بقى عندي 6 تريز، كل واحده بص على داتا انا مش عارف بصت عليه اصلا، وكل واحده مش عارف تدي اوتبوت مختلف، وبعد كده نعمل افريج. سهوله الشرح بتاع الاوتبوت بتاع الموديل خسرناه كله يعني. فدي نقطه حزينه شويه. as a final comment خلينا نبص على جراف تاني هنا، اللي هو الجراف ده اللي بيتكلم على الويزدم اوف كراودز. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت لو عندك هنعمل اكاديمي اووردز، دي حاجه يعني اللي هو في الافلام وفي الحاجات اللي شبه كده يعني. فاحنا عندنا 10 كاتيجوريز، اوكي، 10 كاتيجوريز وكل واحده هيبقى فيها 4 نومينيشنز، ده مش مهم بالنسبه لنا يعني، وعندنا 50 ممبر، اوكي. احنا كل كاتيجوري هناخد 15 من ال 50 ممبر، يعني كل كاتيجوري هناخد معاه 15 من ال 50 راندوملي سامبل، اوكي. وهم دول اللي على اساسهم هيحددوا بقى ايه هيعملوا هم نومينيشنز، وبيست على النومينيشنز هنحدد الاورد النهائي يعني. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك الوزن كلاود كان بيقول ايه؟ كان بيقول ان انت لو عندك شخص انفورمد، لو عندك ناس يعني فاهمه او عندها معلومات عن توبيك معين amongst a crowd، الناس دي يعني لو هناخد majority vote ده هيساعد احسن من لو انا جبت شخص واحد بس فاهم. ده مش احسن شرح صراحه. طيب هو كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان من ال 10 كاتيجوريز دول ال 50 ممبر او سوري، جوه ال 50 ممبر في 15 واحد ليه علاقه بكاتيجوري فاهم في كاتيجوري 1، و15 واحد فاهم في كاتيجوري 2، و15 واحد كان في كاتيجوري 3، وهكذا يعني. انت جوه لو انا عايز ابص على الناس اللي فاهمه في كاتيجوري 1 من جوه ال 50 ممبر، عندي 15 واحد من كل كاتيجوري، حلو. وانا هسامبل من ال 50 دول 15 واحد برضو، هسامبل 15 راندوم عشان يعملوا نومينيشنز للكاتيجوري بتاعي. فهو بيقول لك ان انت لو عندك البروبابيلتي، الشخص اللي ما عندوش نوليدج هو بيدي راندوم جيس، بيدي البروبابيلتي بتاعته 0.25 زي ما هو كاتب هنا. لو شخص عنده نوليدج، البروبابيلتي ان هو يجيبها صح محطوطه في الاكس اللي تحت. يعني ليتس سي مثلا انا عايز لو الشخص لو انا شخص عندي نوليدج، تشانس ان انا اجيب الشخص صح، الشخص اللي المفروض يستحق الحاجه دي 50%، اوكي. بلس ان الاوت اوف ال 10 كاتيجوريز، لو انا دلوقتي يعني دلوقتي هاخد 15 راندوم من كل من ال 50 لكل كاتيجوري،
اوكي، ومن ال 50 دول في 15 واحد بس لكل كاتيجوري فاهم فيها، فانا هاخد 15 راندوم منهم، فممكن يطلع لي مثلا في كل كاتيجوري ممكن يحط لي مثلا 4 فاهمين، ومثلا كام 6 10 11 مش فاهمين، او وات ايفر ايه الريشيو هتطلع لي يعني. فهو بيقول لك ان لو البروبابيلتي بتاعت الشخص اللي فاهم ان هو يجيب كورليت 50% ضد الانديفيدوال، لو انا باخد الفوت من شخص واحد بس، اوريدي انا زودت البروبابيلتي او الاكسبكتد بيرفورمانس اولموست الضعف. يعني انا رحت من هنا اللي هي حوالي 2 بوينت حاجه يعني، لهنا اللي هي اولموست 6 بوينت حاجه، انا ضربت البرفورمانس في اتنين. ف مجرد ان انا يوز كراود بدل ما انا اخد راندوم بيرسون يعني، ده حسن لي البرفورمانس اولموست الضعف، وده جاست لو انا عامل probability 50%. لو البروبابيلتي بتاعت ان الشخص اللي فاهم مثلا يجيب الحاجه الصح 75%، يعني الجاب يعني بقى شاسع، يعني بقى جاب كبير جدا يعني. فده جاست يعني جراف اتعمل في استادي يعني عشان يشو يعني قد ايه ان انت لو استغليت الكونسنسس ايديا او الفوت من مجموعه ناس، ده بيحسن البرفورمانس بشكل كبير يعني.